اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض. طبعا الاكله دي معظمنا بيحبها، المكرونه. هنعملها باسهل طريقه وفي حله واحده وعلى طريقتي. يلا بقى بينا نشوف هنعمل المكرونه القمر بتاعتنا دي ازاي. انا معايا حله حطيت فيها معلقه كبيره من الزبده او السمنه، بس بصراحه المكرونه بتبقى في الزبده طعمها احلى بكتير. وطبعا المتوفر عندك، حابه تعمليها بزبده بس او بسمنه او بزيت حسب ما انت عايزه. وهنزل على معلقه الزبده او السمنه حوالي معلقتين من الزيت، وبعد كده هنزل بفص من المستكه، وهنزل بحوالي بصلايه كبيره انا بشرها من المبشره بالشكل ده. وطبعا هنديها كده تشويحة لحد بس ما تدبل معانا. انا مش عايزاها تدي معايا لون خالص. وبعد كده هنزل بحوالي 3 فصوص من الثوم، حابة تقطعيه قطع صغيرة، حابة تفرميه طبعا حسب ما انت عايزة. انا نزلته صحيح. وبعد كده هروح منزلة عليهم عصير طماطم. ده حوالي نص كيلو من عصير الطماطم، وهنزل كده بحوالي قرنين من الفلفل الاحمر، ده مهروس او ممكن تقطعيه قطع صغيره خالص. هنزل بالتوابل، معايا معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه من الملح، ونص معلقه صغيره من السكر، وعليهم معلقه من صلصه الطماطم. انا هشتغل على كيس من المكرونه العيدان، ده حوالي 350 جرام. هنزل كده طبعا تتسبك كده نص تسبيكه. وبعد كده هنزل بكوبايتين من الميه تغلى بس كده غلوه. وبعد كده هنزل بالمكرونه بتاعتي. في الاول كده على درجه نار عاليه لحد بس ما تغلي معانا. وبعد كده ههد عليها النار، وهقلبها ما بين الحين والحين كده عشان ما تلزقش ببعضها. ما شاء الله الريحه طالعه ما اقولكوش، واو حكايه. كده خلاص استوت معانا ما شاء الله، تحفه. عملناها كلها في حله واحده، ما استهلكناش مواعين كتير، كله في حله واحده ما شاء الله، في منتهى الجمال، تحفه. مش هتقعد معاك وقت خالص في التحضير، يعني دي نسميها مكرونه ال10 دقايق. هتنفع معاكي غدا او عشاء، في منتهى الجمال. احلى واطعم مكرونه عملناها مع بعض. جربوها على طريقتي، ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.